دائما يقول ان الشعب ابقى من نحن لا ناخذ بعين الاعتبار المجلس الأعلى للقوات. ما حصل عليه كل مرشح. الدكتور أحمد محمد شفيق زكي 12,347,380 بنسبة 48. سمعتوا اذاعه البي بي سي؟ في ايه؟ ماسكين لي ورقه في ايه؟ في خبر مهم؟ هات يا سيدي، اتحرك بسرعه شويه لو سمحت. الدكتور محمد مرسي. دكتور محمد مرسي. مرسي يا مرسي. الرئيس محمد مرسي العياط 13.2 مليون صوت بفرق 900 ألف صوت عن الفريق أحمد شفيق. من ال 13.2 دول 7.5 مليون صوت ما ادوش لمحمد مرسي في المرحلة الأولى، يا إما كانوا مدين لناس تانية أو كانوا من معارضينه، وال7.5 مليون صوت دول ما كانوش عايزين أحمد شفيق يوصل لرئاسة الجمهورية. لازم محمد مرسي يكون عارف إن هو وصل للكرسي ده بأصوات معارضينه مش بأصوات الإخوان المسلمين بس. ومن دلوقتي مش هتكلم على جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد مرسي بقى رئيس الجمهورية، فهتكلم على الدكتور محمد مرسي لوحده. لازم الدكتور محمد مرسي يكون عارف ان لو اي مرشح تاني غير الفريق احمد شفيق كان دخل معاه مرحله الاعاده كانت النتيجه هتختلف تماما. وشفنا كلنا الفرحه في ميدان التحرير بعد اعلان الدكتور محمد مرسي رئيس للجمهوريه، لكن لسه في مطالب في التحرير. معترضين على الاعلان الدستوري المكمل، حل مجلس الشعب، مش عايزين حد يقرب خالص للجنه التاسيسيه للدستور اللي شكلها مجلس الشعب المنحل، ومعترضين على قرار وزير العدل بالضبطيه القضائيه للشرطه العسكريه والمخابرات الحربيه. قانون الضبطيه القضائيه اللي اقره وزير العدل اللي استقال خلاص طلع له قرار بوقف التنفيذ من محكمة القضاء الإداري. ادي اول مطلب للتحرير اتنفذ. لما نشوف بقى بقية المطالب، اول خطاب للدكتور محمد مرسي وهو رئيس جمهورية ما كانش على مستوى توقعاتنا، حاول ان هو يخليه خطاب عاطفي ويغلب عليه الطابع الديني، وكان بيبان ان هو راجل طيب وهيحقق كل اللي الشعب عايزه. ما شفناش القوة والزعامة في مرحلة من اصعب مراحل تاريخ مصر، بالعكس شفنا ان هو راجل طيب بس مش ده اللي احنا كنا عايزين نشوفه. بداية متوقعة للخطاب بالشهداء والمصابين والثورة وتمجيد الثورة والكلام ده، وبعدين شكر القوات المسلحة مش المجلس العسكري، شكر الشرطة، بس ما شكرش الحكومة بتاعت الدكتور كمال الجنزوري، ولو ان ليها مساوئ كتير قوي بس برضه عدت بالبلد في مرحلة كانت صعبة. وبعدين ايه موضوع اهلي وعشيرتي؟ ايه موضوع العشائر والقبائل احنا مش في البدو. وبعدين يعني ممكن تكون ايها المواطنون، بلاش ايها الاخوة المواطنون، ابوس ايدك. الإخوة المواطنون. الإخوة المواطنون. واحدة من أسوأ الحاجات في الخطاب ان هو ما نقاش الوقت الكويس. كان في ماتش الناحية التانية يا دكتور محمد عليه ايطاليا وانجلترا، وكان نص الشعب المصري بيتفرج على الماتش. اضطرينا ان احنا نقلب ما بين الماتش وما بين الخطاب لمدة 25 دقيقة. الكرة الأولى وعنوان أمل وعنوان معنويات وكسب الحرب النفسية. هل يسجل ماريو أم يتألق؟ يمشي عرض. وجنوب سيناء ومرسى مطروح والغرب، الشمال ومحافظات الدلتا وبورسعيد ومدن القناة الإسماعيلية والسويس، الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية. عين هاتسون وجول، جول لإنجلاند. 1-1 ما يرحمش، ما يسمحش في نفس المكان بنفس الطريقة تقريبا. الحراس الاثنين كبار برشا، كبار برشا، هارت وبوفون. السواقين، الأتوبيس والقطارات والتاكسي والتوك توك، أهلي هؤلاء جميعا، الحرفيين، أصحاب المهن، أصحاب الدكاكين الصغيرة، أصحاب الأكشاك الصغيرة اللي بيسترزقوا على الطريق، وبيحيوا الناس اللي فوق والناس اللي تحت وحد فوق. بتقول ايه؟ يخرب بيتك. وبعدين ليه 25 دقيقة يعني؟ ده أوباما لما كسب قعد يتكلم 3 دقايق. بلاش أوباما، المرزوقي بتاع تونس قعد يتكلم 3 دقايق برضه، هولاند بتاع فرنسا 1.5 دقيقة. ليه 25 دقيقة؟ وبعدين في ال 25 دقيقة آيات قرآنية ومواعظ. في إيه جو خطب الجمعة ده؟ مرشات عسكرية كويس وقرآن.
كان في حته في الخطاب قال فيها الدكتور محمد مرسي ان هو يعني لو ما اشتغلش زي ما احنا عايزين فلا طاعه لي عليكم. احنا ما بنطيعش حضرتك، احنا بنطيع قوانين، انما الطاعه السمع والطاعه والحاجات دي ننساها بقى. وكنا عاوزين حتى لو كان الخطاب هيبقى 25 دقيقه يكون ادق من كده. اتكلمنا عن الحكومه اللي جايه، الفريق الرئاسي، ايه الخطط اللي جايه في ال100 يوم، وبرده الفريق شفيق قال خطاب شكر فيه الناس اللي ادوا له اصواتهم وهنى الدكتور محمد مرسي بالمنصب وشكر القضاء واحترم النتيجه. مش متاكد لو كان الدكتور محمد مرسي خسر السباق ده كان هيطلع ويهني الفريق شفيق ولا لا. وطبعا ما ننساش اهم جمله قالها الفريق شفيق في السباق الرئاسي: لو حاولت تعمل في صفك النهارده الصناعي هتتحول بقى. ما تيجوا نشوف. لو حاولت تعمل في صفك النهارده الصناعي هتتحول بعض الاركان كده لكراهه اكتر منها مجرد انه مش في صفك دلوقتي. طبعا في كام حاجه كده مبدئيا مش عايزينهم من الدكتور محمد مرسي. مش عايزين موكب العربيات الطويل ده اللي بيوقف البلد كلها، مش بيوقف الشوارع. في اختراع اسمه طيارات الهليكوبتر، وحضرتك طبعا ادرى يا دكتور، الطيارات، طيور، طائر النهضه والحاجات دي. مش عايزين كمان صوره حضرتك في اي مصلحه حكوميه ولا في اي قصر. مش عايزين كمان نسمع اي حاجه عن العائله الكريمه من فضلك، ولا المدام ولا الاولاد. واخر حاجه ودي الاهم، مش عايزين نشوف ناس من مكتب الارشاد في جماعه الاخوان بيقولوا حاجات على لسانك او قرارات انت هتقولها بعد كده. نور بكره الحلقه دي هيبقى خطه اول 100 يوم للدكتور محمد مرسي، واللي قايمه على 5 اساسيات: الامن، المرور، العيش، الطاقه والنظافه. في ملف الامن اقترح الدكتور محمد مرسي تشكيل لجان شعبيه بصفه رسميه تساعد الداخليه في القبض على المجرمين، ودوريات من العربيات والهليكوبتر في الاماكن الحساسه، وكاميرات في القاهره والمحافظات الكبيره. في ملف المرور اقترح الدكتور محمد مرسي ان يكون مرور النقل في الشوارع الرئيسيه في اوقات محدده، مواقف الميكروباصات تتحدد في اماكن محدده برضه، مش في اي مكان كده. في ملف العيش الدكتور محمد مرسي اقترح الاقتراح اللي حاولت حكومات مبارك كلها تعمله وفشلت: فصل الانتاج عن التوزيع، انتج في المخابز ووزع في منافذ توزيع مختلفه وبعيد عنها خالص. في نفس الوقت اقترح عقوبات مشدده على اي حد يخالف الموضوع ده او يبيع الدقيق للحلوانيه عشان يعملوا بيه جاتوه بدل العيش. في ملف الطاقه اقترح الدكتور محمد مرسي ان يتم توصيل انابيب بوتاجاز للبيوت عن طريق المحافظه والحكومه والجمعيات الاهليه برضه، وفي نفس الوقت تشديد العقوبه على اي حد بيتلاعب باي نوع طاقه في السوق السوداء: سولار، مازوت، انابيب بوتاجاز، بنزين، اي حاجه. في ملف النظافه اقترح الدكتور محمد مرسي ان يتم تجميع المخلفات من مصدرها، يعني من البيوت او من المحلات او من المكان اللي بيحصل فيه المخلفات نفسها، عن طريق شركات مصريه وطنيه مش شركات اجنبيه بتاعت عاطف عبيد. في نفس الوقت اقترح تغليظ العقوبات جدا على اي حد بيرمي مخلفات في الاماكن الغير مخصصه لكده. لازم الدكتور محمد مرسي يعرف ان هو بقى رئيس لكل المصريين، مش بس للناس اللي ادوا له اصواتهم، ولازم الناس اللي ما ادولوش اصواتهم يعرفوا قد ايه الدكتور محمد مرسي هينفذ البرنامج بتاعه والوعود، مش بس في اول 100 يوم، في البرنامج الانتخابي كله في ال4 سنين اللي جايين. كلنا متفائلين ومستنيين الكتير من الدكتور محمد مرسي، وبدأنا الحساب يا دكتور من أول يوم.